عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة البيتي فور بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبمقادير مظبوطة تماما. اتمنى فيديو النهاردة ينول اعجابكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملنا البيتي فور الجميل ده ازاي. انا هستخدم في البيتي فور كيلو من الدقيق، وعندي مقادير البيتي فور لكيلو الدقيق: كوبايتين من السكر البودرة و700 جرام من الزبدة، وهستخدم هنا 4 بيضات. هضيف عليهم شوية من الفانيليا وهنبتدي نعجن، وهنبتدي نضرب الزبدة مع السكر كويس الاول بالمضرب الكهرباء. طبعا السكر يا جماعة انا نخلاه الاول سكر منخول عشان ما يكونش فيه اي تكتلات، والزبده تكون بدرجه حراره المطبخ، تكون يا دوب لسه مطلعاه من التلاجة. والبيض يستحسن يكون صابح، ما يكونش بايت في التلاجة بقاله كتير عشان ما يبقاش زفر معاكي. هضرب الزبده والسكر مع بعض لحد ما يبقى لونهم كريمي وارجع لكم تاني حبايب قلبي. بعد ما بقى القوام كريمي كده هحط رشه من الملح وهنزل بيضه بيضه. للاسف المضرب وقف مني، هكمل بقى بالمضرب اليدوي عادي، وكل ما بيضه تختفي هنزل بالتانيه لحد ما اخلص الاربع بيضات. بعد ما ضفت الاربع بيضات وهنبتدي بقى ننزل بالدقيق بتاعنا. ونشوف العجينه لو محتاجه تاني، طبعا انا لسه هزود لها دقيق تاني لحد ما نلاقي العجينه بتاعتنا حلوه معانا مظبوطه كده يا حبايبي. انا لميت خلاص العجينه والدقيق بتاعي خلاص اختفى، طالما هي لينه ومش بتلزق في ايدك كده يبقى العجينه بتاعتنا مظبوطه. هنجيب بقى القمع بتاع الحلواني وهنبتدي نعبي فيه البيتي فور بتاعنا. ما شاء الله الكيلو هيعمل معاكي كميه حلوه جدا. انا عملت نص فانيليا والنص التاني هعمله بالشوكولاته. هضيف بس الاول مكعب من الزبده عشان خاطر العجينه ما تنشفش معايا، لازم نضيف مكعب كده زبده عشان العجينه تبقى طريه معانا تاني. وننخل طبعا الكاكاو عشان لو في اي تكتلات زي كده. عملت النص الباقي بالكاكاو، هنبتدي برضو نعبيه ونشتغل فيه. العجينه ما شاء الله جميله جدا. وبكده يا حبايبي انا خلاص خلصت النص التاني اللي بالشوكولاته، عمل معايا كميه حلوه جدا ولسه في كمان صواني. ما شاء الله انا استخدمت كل الصواني اللي عندي. طبعا هنبتدي بقى نخبز البيتي فور بتاعنا. يكون الفرن بتاعك والع مسبقا على درجه حراره 180 على الشبكه في النص، وتكون بقى عينك عليه وتختبري كام واحده الاول تشوفيهم. بعد ما نخلص سوا البيتي فور هنرجع لكم بقى عشان نزينه مع بعض. كده يا حبايبي انا خلاص طلعت البيتي فور بتاعي من الفرن. شايفين شكله عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله جميل جدا، اخد اللون المطلوب معانا ما شاء الله جميل. عشان يبقى سهل بقى بالنسبه لنا هنقلبه كده على وشه. وبالمربى انا عندي مربى مشمش، هبتدي بقى احطه. هبتدي احط بقى المربى بسم الله الرحمن الرحيم.
مربى المشمش حلوه جدا بالنسبه للبيتي فور. الشوكولاته ما شاء الله جميل جدا. هنعمله برضو كده بنفس الطريقه كده يا حبايب قلبي. كده يبقى سهل جدا. وهعمل برضو اللي بالشوكولاته بنفس الطريقه. واللي بالشوكولاته برضو انا حطيت عليهم مربى، وهبتدي احط كل واحده فوق التانية برضو. دي كده اسهل طريقه بالنسبه لك عشان تخلصي بسرعه. عندي بقى بعد كده انا عندي شوكولاته خام سيحتها على حمام بخار وحطيت عليها معلقه من الزيت، وشوكولاته بيضه برضو عملتها بنفس الطريقه. ممكن لو ما عندكيش شوكولاته خام او شوكولاته بيضه ممكن عادي جدا تستخدمي مربى. وعندي هنا ادوات التزيين بتاعتي اللي هستخدمها للبيتي فور. طبعا التزيين ده برضو بتاعك انتي، زيني بالطريقه اللي تعجبك. يفضل بعد ما تعملي البيتي فور بالشوكولاته تدخليه شويه التلاجة علشان ما يسحش منك، عشان الشوكولاته ما تسحش منك. كده حبايب قلبي بالشكل ده. بنستنى طبعا لما اخر نقطه شوكولاته تنزل. كده يا حبايبي بالشكل ده زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله جميل جدا. وبكده يا حبايبي بيكون الشكل النهائي بتاعنا للبيتي فور. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناه علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، انتظروني ان شاء الله اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.